وانا قلت من شويه انت داخل في النشاطات الكليه خلي عندك هدف واضح. هل انت بتاخد عشان بتخش في الحاجات دي عشان تزود السوشيال سكيلز بتاعتك، تاخد كورسز كوميونيكيشنز وتطبقها، تبقى مسؤول عن تيمز وتعمل له كابابيلتي بيلدينج وتتعلم التريننج، ولا عندك ماركتنج كامبينز معينه فبتشوف الكامبين من ايديا طالعه لحد ما تبقى امبلمنتد وطلعت الفيدباك بتاعها واتعلمت يعني ايه بادجت كنترول وجمعت البادجت وصرفت البادجت ورجعتها في مكانها من غير ما تاخد حاجه في جيبك. طبعا بتكلم على اكسبيرينس كان كلها بوزيتيف. فكل واحد وهو داخل في الحاجه دي بيبقى ليه اوبجيكتيف معين عايز ياتشيف ات. نصيحتي لو انت مش عارف انت عايز ايه اقعد جرب وخد راي الناس الاكبر منك هيساعدوك في الحاجات دي. اجان لو اللي بيتفرج على الفيديو دوت في المرحله بتاعه الكليه، انت واحد اوريدي في الكليه دلوقتي وانت مش عارف انت عايز تعمل ايه ومتلخبط تماما وحاسس ان الدنيا كلها بايظه عندك، فده طبيعي جدا. اقعد جرب حاجات كتيره وانت بتجرب هتلاقي نفسك الباشن بتاعك بيقولك هو ده اللي انت بتحبه. وفاين انت الباشن بتاعك كل شويه بيتغير لان دي حاجه طبيعيه جدا، انت لسه دماغك بتكبر بيحصل لك منتال ديفلوبمنت، فدي حاجه عاديه وخدها خطوه بخطوه. ونصيحتي ما تاخدش كورسز بس، لو هتاخد حاجه بره الكليه خد كورسز وطبق. من غير التطبيق اللي انت بتاخده ده هيبقى حاجه على السي في مئات الالاف زيك وملايين جنريشنز قبلك عاملين الكلام دوت. فحاول اللي هتاخدها تطبقها في حاجه فولنتري ما يبقاش عليك ستريس انك بتجرب فيها الكامبينز دي. وفي حتى لو انت مش قادر تعمل ده في الكليه ومفيش اي اكتيفيتيز موجوده عندك روح لكليات تانية في مجالات تانية عندهم دوت وبيأكسبت ان هو ياخدوا حد من بره. يا سيدي لو مفيش الكلام دوت روح لجمعيات خيريه بيبقوا عايزين حد ماركتيرز وعايزين حد يعمل بزنس بلان وماركتنج بلان ويساعدهم في الحاجات دي كلها فري اوف تشارج. منها انت بتاخد خير ومنها انك بتساعد الناس التانية. فكر كويس قوي في مرحله الكليه دي جولدن اوبورتيونيتي عشان تبني شخصيتك وتطور من نفسك وتجرب حاجات كتيره قوي وتقدر تمبروف نفسك فيها. وعايز اقول لكم ان مثلا انا كان عندي جابس بالهبل يعني ما كنتش داخل في الكليه بشخصيه قياديه وبتاع ولا اي حاجه من الكلام ده. انا بدات خطوه بخطوه بامبروف نفسي ولحد النهارده امبروف نفسي كتير وبتعلم. وكل يوم الواحد بيتعلم وبيبني في شخصيته بيسمع من الناس اللي حواليه ويبدا يطور في نفسه خطوه بخطوه عشان يتحسن وعشان يبقى عنصر فعال في المجتمع. لان دي متعه حلوه جدا انك تحس انك بتعمل حاجه بتساعد بيها الناس التانية وبتفرق في شخصيتك وشخصيه الكوميونتي والمجتمع اللي حواليك. كل ما تعمل دوت وتلاقي ان اللي انت عملته دي حاجه مؤثره وساعدت بيها الناس، الشغف والاحساس واللي بتبقى انت حاسس بيه واليوفوريا اللي بتجيلك بعدها، او بتكلم عني انا اللي بحس بكده، بيبقى لا يقدر بثمن وبيبقى الفاليو بتاعته كبيره قوي. وان انت عملت حاجه ساعدت بيها الناس فرقت معاهم في حياتهم وفرقت مع نفسك وفي شخصيتك وفي الكارير بتاعك. وكل ما هتساعد حد دايما هتلاقي ان هي ترجع لك انت وبتفرق معاك في شخصيتك وفي الكارير بتاعك. هنتكلم على بارت 2 كمان شويه على ايه اللي حصل بعد الكليه.